وايه يمنعنا نحقق كل احلامنا؟ ومهما نشوف مفيش حاجة تعطلنا، ولسه العمر قدامنا وراح نوصل، وكل اللي احنا عايزينه في يوم يحصل. نمد الايد لناس غيرنا عشان نقدر، ونتعاون في حب الخير عشان يكتر، ونروي املنا بطموحنا وراح يطرح جناين ورد بيه. اهلا بيكم ابطال اولى اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب نكون بالف خير. معاكم مستر ابراهيم حسني، مدرس التاريخ والدراسات الاجتماعيه. باذن الله حبايبي النهارده هنشرح المراجعه النهائيه في ماده الدراسات الاجتماعيه. عارف ان انت الفتره دي خايف وقلقان، بس ده شيء عادي عشان احنا في ليالي امتحانات. بس باذن الله بنهايه فيديو النهارده الدراسات الاجتماعيه هتكون في جيبك، مشروبك الجميل والسكتش الاجمل، ونبدا بسم الله ويلا بينا. نسمي الله كده حبايب قلبي من جوه. باذن الله احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على منهج اولى اعدادي بالكامل. اولى اعدادي بالكامل يا مستر. طيب يا مستر، اول سؤال هيواجهني في الامتحان هيكون ايه؟ اول سؤال بيكون في الامتحان عندك هو الخريطه. طب مستر، الخريطه مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تعرف الموقع، المكان والاهميه بتاعته. موقع المكان والاهميه. موقع المكان والمطلوب. موقع المكان والمطلوب يعني ايه يا مستر؟ فهمني اكتر. يلا نفهم كده مع بعض واحنا بنحل. السؤال الاول بيقول لك امام خريطه لقاره افريقيا اكتب مدلول الارقام التي عليها. يعني ايه يا مستر؟ قول لي الارقام دي الدول اللي موجوده فيها مين. تمام؟ طب هنعرف ده منين يا مستر؟ هتعرف ده من كتر حل الخرائط اللي احنا حليناها مع بعض في الحصص اللي قبل كده. تمام؟ وكمان هنعرف ده عن طريق المطلوب. طب تعالى يا مستر، اول حاجه بيقول لك ايه؟ مسطح مائي. مسطح مائي في افريقيا يجي في دماغي على طول 4 حاجات. ايه يا مستر؟ كنت بقول لك المسطحات المائيه في افريقيا هلاقي عندي بحرين ومحيطين. في الشمال هلاقي عندي بحر اسمه بحر مين يا مستر اللي في الشمال؟ في الشمال هلاقي عندي بحر متوسط. تمام يا مستر. طب في الشرق؟ في الشرق احمر وهندي. في الشرق مين؟ احمر وهندي. احمر جنب مصر والسودان يبقى ده احمر. طب وتحت هنا فوق جزيره مدغشقر في الحته دي كلها وعند الصومال الهندي. طب لو رحنا في الغرب؟ لو رحنا في الغرب هلاقي المحيط الاطلنطي. يبقى انا عندي يا مستر افريقيا بحرين محيطين. طب يلا يا مستر كده نسمي الله. طب هنا بيقول لي مسطح مائي. مسطح مائي رقم 1 من غير ما افكر المحيط مين؟ الهندي. طب تاني حاجه دائره عرض رأسيه. هي افريقيا كان فيها كام دوائر عرض رأسيه؟ افريقيا كان فيها 3 دوائر عرض رأسيه، وخط طول واحد اسمه خط مين؟ جرينتش في الجهه الغربيه، يعدي بالجزائر ومالي وغيرها وغيرها. يعني هنا كده كان موجود خط مين؟ جرينتش. تمام يا مستر. طب بالنسبه لدوائر العرض، هو عايز دوائر العرض، قلت لك 3 دوائر عرض رأسيه في الجهه الشماليه ومعظم الدول العربيه في شمال افريقيا. ده مدار اسمه مدار مين يا مستر في الجهه الشماليه هنا؟ مدار اسمه مدار السرطان. يبقى في اقصى الجهه الشماليه. لو جالك جهه شماليه هتقول له مين؟ سرطان. طب السرطان عكسه مين؟ عكسه يا مستر في الجهه الجنوبيه الجدي. طب حضرتك قلت له السرطان اقصى الجهه الشماليه موجود عند مصر كده والدول العربيه. صحيح. طب الجدي موجود فين؟ الجدي هتلاقيه موجود جنوب جزيره مدغشقر. طب مستر كده فاضل دائره عرض. انت حضرتك قلت لي 3. قلت سرطان شماليه والجدي جنوبيه واستواء وسط عند الصومال هنا، يعني عند القرن الافريقي. يبقى هنا عندي مين؟ الاستواء. تمام يا مستر. يبقى رقم 2 في الجهه الجنوبيه مين؟ مدار الجدي. طب 3 دوله تشتهر بالقطن طويل التيله. لو قال لك دوله تشتهر بالقطن طويل التيله هيجي في دماغك على طول مين ومين؟ مصر والسودان. وانا عارف موقع مصر اقصى الجهه الشماليه الايه؟ الشرقيه. طب تحتها على طول دوله مين؟ السودان. طب هو 3 على مصر؟ لا، 3 على السودان. يبقى هنا عايز مين؟ السودان. دوله مين؟ السودان. طب مستر رقم 4 أولى الدول الأفريقية في إنتاج الحديد والكروم
وفيها اطول خط سكه حديد، وكمان الطاقه المتجدده شاطره فيها. مين الدوله اللي فيها كل الخير ده؟ الدوله اللي فيها كل الخير ده هي دوله في الجهه اقصى الجهه الجنوبيه، اسمها دوله مين؟ جنوب افريقيا. يبقى دوله مين؟ جنوب افريقيا. وغايه الاهميه الدوله دي ايه؟ هام جدا، لازم تيجي في الامتحان. طب مستر 5 من الدول المنتجه للطاقه الشمسيه. الطاقة الشمسية أنا قلت مين أكتر دول منتجة للطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة؟ قلت لي عندك دولة مصر وعندك جنوب أفريقيا وعندك المغرب. تمام يا مستر؟ وحط عليهم أثيوبيا برضه في الطاقة الكهربائية عشان فيها مية كتير. طب تعالى يا مستر، هيبقى مين فيهم؟ تعالى يلا فكر. هديني قلت مين؟ جنوب أفريقيا ومصر لأ. طب هنا عندي مين؟ اللي شكل السلم اللي عند مضيق جبل طارق، دي دولة مين؟ المغرب. يبقى 5 دولة المغرب. تمام يا مستر. طيب الخريطة الثانية بالاستعانة بخريطة أفريقيا المقبلة، الخريطة اللي قدامك دي، أكتب الرقم المناسب. الخريطة المقابلة لينا دي هنكتب الرقم المناسب، يعني هتعرف إيه المطلوب هنا. يعني مثلا ونكتب بأرقام، يعني مثلا نسأل نفسك أولى الدول الأفريقية المربية للأبقار، هي كانت مين الأولى للأبقار اللي كان أصلا قيمتها محدودة في أفريقيا؟ يعني الألبان بتاعتها مش كتير واللحوم مش كتير، دي القيمة الاقتصادية ضعيفة. طب مين كانت الأولى؟ الأولى كانت دولة في الجهة الشرقية، وكان بيجي لمصر منها منابع النيل الإيه؟ منابع النيل الموسمية. منابع النيل الموسمية دي دولة أثيوبيا. يبقى دولة مين؟ اثيوبيا. يبقى عندي هنا مين؟ اثيوبيا. رقم كام؟ حضرتك قلت بالارقام يا مستر نسيت. اثيوبيا رقم 3 اللي موجوده في حضن مين؟ حضن الصومال. طب مستر اولى الدول المنتجه للبوكسايت في افريقيا. الاولى المنتجه للبوكسايت اللي هو خام الالومنيوم اللي من المعادن الخفيفه كانت مين؟ يلا ركزوا يا حبايب قلبي. كانت دوله موجوده في الجهه الغربيه. طب دوله مين؟ مين 4 هنا. طب 4 دي دوله مين؟ غينيا. يبقى بوكسايت غينيا، بوكسايت غينيا، بوكسايت غينيا في الجهه اقصى الجهه مين هنا؟ الغربيه. يبقى رقم كام؟ 2 رقم 4. طب تعالى السؤال رقم 3. الدوله التي ياتي منها معظم انتاج الفحم. قلت لك الدوله دي مهمه جدا، حديد وكروم وفحم وغيره وغيره وغيره. تمام؟ دوله مين؟ دوله جنوب افريقيا. طب فين جنوب افريقيا؟ اقصى الجنوب تحت يا مستر. بتحمل الرقم كام؟ 2. الدولة التي يأتي منها خلاص يبقى 2 اهي. 3 2. طيب 4 دولة تتبعها جزيرة زنجبار. أنا قلت من أفضل الجزر السياحية والجاذبة للسياح في أفريقيا جزيرة زنجبار في تنزانيا. زنجبار في تنزانيا، والجفتون غردقة مصر. طب أنا هنا بقول لك جزيرة زنجبار يبقى تنزانيا. طب فين تنزانيا؟ هنلاقيها تحت كينيا. طب فين كينيا؟ تحت اثيوبيا. ادي اثيوبيا، تحتها كينيا، تحتها تنزانيا. يبقى تنزانيا زنجبار في تنزانيا. رقم كام؟ 6. السؤال رقم كام؟ 5 دولة يوجد بها مدينة لامو. لامو جيت قلت عليها أقدم مستوطنة بشرية في الجهات الشرقية في الأراضي الكينية. وما ننساش كينيا كان فيها إيه؟ كان فيها محميات طبيعية كتير. تمام يا مستر. يبقى مدينة لامو لسه حضرتك قايل لنا كينيا. يبقى رقم كام؟ 1. طب الدولة صاحبة المركز الثاني في أطول سكة حديد. أنا لسه قايل لك صاحبة المركز الأول كانت مين؟ كانت جنوب أفريقيا. طب صاحبة المركز الثاني كانت مين؟ كانت مصر. طب مصر كانت بينها رقم كام؟ رقم 5. كده حلينا الخريطة الثانية. يلا نخش على الثالثة. ركز معايا وفوق، سمي الله بإذن الله الامتحان هيكون في جيبك. أمام خريطة لقارة أفريقيا أكتب مدلول الأرقام التي عليها. نفس الكلام هنكتب الأرقام. دائرة عرض رئيسية. طب تعالى لسه قايلها لك من شوية، أقصى الشمال في الدول العربية. مش هقول أنت تقول. يلا سمعني. يلا. دائرة عرض مين؟ السرطان. تمام يا مستر. طب لو كان جاب لي هنا الجدي. طب لو هنا الاستواء. طب لو هنا خط طول جرينتش. مسطح مائي. يلا مش هجاوب. قلت لك في الشمال مين؟ بحر مين؟ متوسط. من المدن المكتظة بالسكان. كان في مدن فيها سكان كتير، ضغط على الخدمات والموارد. قلت مدينتين، القاهرة وكان في مدينة تانية برضو كان اسمها مدينة لاجوس في نيجيريا. طب هنا نيجيريا. تمام؟
في الكيرف ده عند خليج مين؟ غينيا. تمام يا مستر. طيب هنا نيجيريا، هو مش جايب لي على نيجيريا، جايب لي 3. يبقى مدينه مين دي عاصمه مصر؟ القاهره، واللي اتبنت في عصر الدوله الفاطميه. مين اللي بناها؟ القائد جوهر الصقلي. طيب يا مستر، منطقه نادره السكان، منطقه بيندر فيها السكان، يعني السكان صعب تلاقي السكان فيه. طب انت صعب جدا تلاقي سكان فيه، قلناها قبل كده، صعب تلاقي سكان او حيوانات او نباتات، ده في الصحراء يا مستر. طب الصحراء اللي عندك ايه؟ الصحراء كبرى في الشمال، وصحراء كالهاري في الجهات اللي هنا الايه؟ الجنوبيه الوسطى الجنوب. قلت مين؟ صحراء مين؟ كالهاري. يبقى دي صحراء مين؟ كالهاري. يبقى صحراء كالهاري، صحراء كالهاري. طب لو قال لك مناطق مرتفعة الكثافة السكانية، مناطق مرتفعة الكثافة السكانية كانت في السواحل. في السواحل أو جنب الأنهار. جنب الأنهار. طب هي دي جنب الأنهار 5؟ لا يا مستر، ده في السواحل. في السواحل مين؟ الجنوبية. جنوب إيه؟ شرقية. يبقى هتقول منطقة مين؟ السواحل الجنوبية الشرقية، جنوب شرق. طيب السؤال الثاني بيقول لك أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تمام. السؤال بيقول لك إيه؟ يعد كل من نقط ونقط ونقط من الحرف التراثية حرف ليها تاريخ، ليها مكانة كبيرة جدا عند الشعوب والأمم. طب إيه الحرف اللي ليها تاريخ زمان جدا؟ والله يا مستر الحضارات قامت جنب الأنهار، عشان كده عملوا خزف وفخار، وكان في جنبهم أخشاب فعملوا صناعات تعتمد على الأخشاب، وكان في جنبهم معيز وحيوانات فعملوا مين؟ الجلود والمنسوجات والحلي وغيرها وغيرها وغيرها. تمام. يبقى دي أهم الصناعات مين؟ التراثية. فخار، خزف، أخشاب، جلود ومنسوجات وحلي. طيب تاني حاجة، من الأمراض التي انتشرت بأفريقيا. انتشر أمراض كتير زي السكري والضغط وغيره وغيره وغيره، بس هنا بيقول لك نتيجة الذبابة مين؟ تيسي. اسمه ايه المرض اللي نتيجة الذبابة ده؟ اسمه مرض مين؟ النوم. يبقى مرض النوم. السؤال ده بيجي في الامتحانات. ارتبطت الموسيقى منذ القدم بأفريقيا. الموسيقى من زمان جدا. تمام. الموسيقى من زمان كانوا بيعملوا حاجة شبه الترانيم الدينية. ايه دينية. يبقى الموسيقى ارتبطت منذ القدم بالطقوس الدينية. بالطقوس الدينية. يلا حبايب قلبي. طيب السؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ يعتبر ولي نقط اول كاتب افريقي. يبقى لو قال لك نقط اول كاتب افريقي، تمام، هتجاوب هجاوب. طب مين يا مستر اول كاتب افريقي؟ ويلي سوينيكا. ويلي سوينيكا اللي من دولة مين؟ نيجيريا. طب ليه يا مستر حضرتك وقفت وجيت قلت يعد نقط اول ووقفت؟ تمام. اول ووقفت انا كده ما اعرفش اجاوب. ليه؟ عشان انت عندك 2. لو قال لك اول كاتب مصري يبقى من غير ما افكر نجيب محفوظ. طب لو قال لك افريقي يبقى ويلي سوينيكا. طب عملت ايه يا ويلي سوينيكا انت؟ قال لي انا اول واحد فزت بجائزة نوبل. تمام يا مستر، عشان قضايا المجتمع وحافظ على الثقافة بتاعتنا ضد الاستعمار. طيب نجيب محفوظ ده اول اديب. طب اول اديب ايه؟ مصري يفوز بجائزة نوبل في الاداب. يبقى نجيب محفوظ اداب، وويلي سوينيكا تمام اللي كان بيواجه الاستعمار، قضايا الاستعمار، عشان نتمسك بهويتنا وثقافتنا. طب مستر 5 ساعد انتشار الاسلام في افريقيا على انتشار ايه؟ ما هو الاسلام يا مستر ظهر في شبه الجزيره العربيه، فكان باللغه الدين كان باللغه العربيه، اكيد على انتشار اللغه مين؟ العربيه. 6 نشاط اقتصادي ياتي في المرتبه الثانيه. هو كان مين رقم نمبر 1 في افريقيا؟ كان نمبر 1 يا مستر الزراعه. طب نشاط اقتصادي ياتي في المرتبه الثانيه كان مين؟ الصناعه. يبقى الثانيه عندي صناعه، طب الثالثه كان انشطه خادمه زي الامن والصحه والتعليم وغيرها. والزراعه كانت بنتكلم 50%. أحد الفئات السكانية في أفريقيا التي تزيد عن نصف سكان القارة. أحد الفئات السكانية العمرية. طب أنت الفئات السكانية كانت إيه؟ كانت 3 فئات، كانت صغار ومتوسطة وكبار. الكبار قمة والصغار قاعدة
طب قاعده ايه؟ كان سنهم برضه عددهم كتير، فكانت كده قاعده ايه؟ عريضه، قاعده الهرم السكاني. طب المتوسطه سن العمل، هم اللي على اكتافهم بيشيلوا عائق وتقدم ايه؟ المجتمع، هم اللي بيخلوا المجتمع يتقدم الى الايه؟ الى الامام. تمام يا مستر؟ يبقى دي الفئه المهمه جدا جدا جدا، هي دي الفئه المنتجه، هي دي الفئه اللي بتعيل صغير السن وكبير السن. يبقى انت عندك احد الفئات السكانيه في افريقيا تزيد عن النص، عن النص يعني شبه الزراعه، يبقى فئه سن مين؟ العمل. من الدول الافريقيه التي احرزت تقدم في التعليم الابتدائي، التعليم الابتدائي، دول كانت شاطره جدا في التعليم الابتدائي. انا قلت التعليم كان معظمه في دول شمال افريقيا، وكان اقل في التعليم والصحه في دول اللي هي وسط افريقيا والصحراء، اللي هي جنوب الصحراء. تمام يا مستر؟ طب كانت عندي كام دولة؟ 3، مصر وتونس، وأكيد دولة مين معاهم؟ جنوب أفريقيا. مصر تونس جنوب أفريقيا، مصر وتونس جنوب أفريقيا. أدخل محمد علي مظاهر النهضة الحديثة إلى، ما كملتش، أنا جاوبت السؤال. أول ما يقول لك مظاهر نهضة حديثة أنا قلت له على طول مين؟ محمد مين؟ علي. اهتم كل من نقط ونقط بالنقل والبريد. مين اكتر اتنين اهتموا بالنقل والبريد في السودان وفي افريقيا؟ 2 يا مستر، محمد علي وحفيده اسماعيل. يبقى محمد علي واسماعيل، محمد علي واسماعيل، نقل وبريد. طب هدفت حملات محمد علي ومن ايه؟ خلفه، اللي جه بعديه، احفاده، بجانب انساني. انا قلت محمد علي واللي جم وراه كان ليهم جانب انساني، ده هو وسعيد باشا ابنه والخديوي اسماعيل حفيده، الثلاثه حاولوا يقضوا ويمنعوا تجاره اسمها تجاره مين؟ الرقيق، كانت تجاره البشر، بيبيعوا ويشتروا في الناس. طب مستر 12، يعود الفضل في تأسيس خط سكة حديد بمحاذاة النيل، اللي عمل خط سكة حديد. تمام. طب مين اللي كان مهتم بالنيل؟ كان محمد علي اهتم بالنيل، وده جه عمل جنبه خط سكة حديد، جه عمل جنبه. تمام. وبناء فنار وميناء في مدينة مين؟ بربرة. مين اللي اهتم بالسكة الحديد؟ ومين اللي بنى فنار عشان حركة السفن؟ تمام. وميناء في مدينة بربرة على خليج عدن، يعني عند البحر الأحمر كده، جنوب البحر الأحمر. كل ده في عهد مين؟ الخديوي إسماعيل. أكتر الأعمال اللي اتعملت في السودان واتعملت في أفريقيا كانت في عهد محمد علي وإسماعيل، وبعديهم كده إيه؟ سعيد. تمام. السؤال ده مهم. طب مستر، أول ما انشغل منصب حكمدار حاكم للسودان، وكان تابع لوزارة الداخلية الموجودة في القاهرة. طب أول واحد مسك السودان حكمدار كان مين؟ كان إسماعيل، ويكتب بعديه إسماعيل مين عشان ما يحصلش التباس أو إيه تتلخفن ما بينه وما بين الخديوي إسماعيل. ده كان إسماعيل باشا ابن محمد علي، ده أول واحد تولى منصب مين؟ حكمدار، ووصلت حملته حتى صنار. يبقى إسماعيل أول حكمدار، حملته حتى صنار. أول مين؟ حكمدار، حملته حتى صنار. ركزوا فوقوا معايا لسه بدري. شباب 14 بيقول لك إيه؟ جغرافي وضابط بحري مصري. أول ما يقول لك جغرافي وضابط مصري، تمام، عمل 3 رحلات من غير ما تفكر. اسمه ايه؟ سليم بيك القبطان. وصل عند النيل الابيض ورجع تاني للخرطوم بسبب المستنقعات. السؤال 15، تعد كل من نقط ونقط من الدول الافريقيه اللي اعتمدت على الزراعه الذكيه. ايه الزراعه الذكيه؟ الزراعه اللي بتتاقلم مع المناخ، عايزه تعمل زراعه مستدامه، وعايزه يعني ما بتعتمدش اكتر على موارد غير طبيعيه، لا ده بتعتمد بشكل كبير جدا 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 على السماد الطبيعي، وكل استخداماتها يعتبر طبيعيه عشان هي صديقه للبيئه. طب لما يجي يقول لك، لو قال لك زراعه ذكيه، كم حاجه ذكيه؟ دوله و2 اغنياء. دوله مين؟ مصر وغانا. انت غني ايه؟ مال، لازم يبقى معايا مال. يبقى مصر غانا مالي، زراعه ذكيه مناخيه. تأتي أفريقيا في المرتبة النقط من حيث الأراضي الزراعية. من حيث الأراضي الزراعية أفريقيا الثالثة بعد آسيا وأوروبا. طب الأراضي الزراعية قد إيه بالنسبة للعالم؟ خمس، يعني 20%. يبقى ثالثة خمس. يعد كل من القطن والمطاط الطبيعي من أهم المحاصيل الإيه؟
بتجيب فلوس بتكسبني، فاسمها المحاصيل النقديه، بتدخل في التجاره بشكل ايه؟ كبير. طب اليام والكسفه من اهم المحاصيل الدرنيه، بينما يعد كل من نقط ونقط ونقط من اهم المنبهات. من اهم المنبهات كان عندي 3 محاصيل، مين هم؟ بن، ومين يا مستر؟ كاكاو، شاي. بن وكاكاو ومين؟ وشاي. طيب السؤال رقم 18، تعد نقط اولى الدول الافريقيه انتاج. خد بقى عندك، كانت مين الاولى فيه؟ حديد وفحم وكروم واطول سكه حديد. مين الدوله دي؟ طبعا جنوب افريقيا. طب اولى الدول للبوكسايت، لسه حلينها فوق في الخريطه، كانت مين؟ غينيا في الجهه الايه؟ الغربيه. بينما اولى الدول انتاجا للمعادن، المعدن الايه؟ المستخدم في الطاقه النوويه، دي قلناها لا لسه جديده، دوله مين؟ ناميبيا. يبقى نوويه ناميبيا، نوويه ناميبيا. طب 19، تحتوي الصخور الناريه. سؤال مهم جدا، انت عندك نوعين، يا اما صخور ناريه متحوله يا اما صخور رسوبيه. ناريه ناريه ناريه، النار بتبقى مزرقه كده ومحمره، صح؟ فانت عندك ايه؟ قال لي والله عندك اللي شبهه كده يا مستر، ذهب نحاس. ذهب ومين؟ ونحاس والماس. يبقى عندك يا مستر الصخور الناريه ذهب نحاس الماس، ذهب نحاس الماس. طب الصخور الرسوبيه، جبس فوسفات. يبقى رسوبيه جبسيه فوسفات، رسوبيه جبسيه فوسفات، ناريه ذهب نحاس الماس. يعد اقدم مصادر الطاقه. اسكت ما جاوبش لسه، تمام؟ لازم تقرا. تيجي تقول لك اقدم مصادر الطاقه الكهرومائيه. لا غلط يا حبيبي، انت بتكتب كهرباء ولا كهرومائيه؟ ايه غلط. كمل. اقدم مصادر الطاقه الاحفوريه. الاحفوريه اللي نتيجه الحفر اللي بنعمل لها عمليه تعدين، اللي هي فحم وبترول وغاز طبيعي. طب مين اقدم واحد فيهم؟ اقدم واحد فيهم في الاكتشاف يا مستر واكثرهم تلوث من غير ما افكر هو مين؟ الفحم. طيب 21، ينقسم النقل المائي الى كم نوع؟ النقل المائي يا اما ميه مالحه يا اما ميه مين؟ عذبه. بحري يا اما ايه؟ نهري. يبقى هو نوعين. تم ربط ميناء نقط في مصر بميناء نقط في تنزانيا. ميناءين انا اتكلمت، ميناء مين؟ قال لي ميناء سفاجة في مصر وميناء دار السلام بتنزانيا. يبقى سفاجة مصر، دار سلام تنزانيا. سفاجة مصر، دار سلام مين؟ تنزانيا. طب يا مستر مين الدولة اللي صاحبة أشهر الموانئ عندنا في أفريقيا؟ كان عندي طنجة، تمام، وترتيبها الخامس عالميا. طب مين بعدها؟ قلنا ميناء بورسعيد، تمام. مصر ترتيبه ال11 عالميا. يبقى انت عندك تم ربط ميناء سفاجة في مصر بميناء نقط دار السلام بتنزانيا. تعد دولة نقط من الدولة الرائدة، لسه قايلها لك من شوية، المتنزهات الوطنية والمحميات، دولة كينيا. من أشهر الشلالات، أول ما تسمع شلالات يبقى عندي شلالات فيكتوريا. شلالات فيكتوريا مناظر سياحية. تنتج قارة أفريقيا أكتر من نص الإنتاج العالمي. يعني بتنتج من أكتر من نص الإنتاج العالمي من حاجات كتير يا مستر. إيه؟ حدد لي. أيوه هحدد لك يا حبيبي. من المعادن الأساسية. المعادن الأساسية اللي هي الحديد. لا ده الحديد نسبة قليلة. احنا قلنا يعني حوالي 4، والنحاس 15. طب كان مين؟ الكروم. يبقى أكتر من نص الإنتاج معادن أساسية كروم، معادن أساسية كروم. بينما تنتج أفريقيا أكتر من نصف الإنتاج العالمي من أحد المعادن النفيسة. معادن نفيسة زي مين؟ الماس. النفيسة الماس، نفيسة الماس. يدخل في الصناعات الكهربائية والأسلاك. مين أفضل حاجة بنستخدمه في صناعة الكهرباء والأسلاك؟ لو سألت أي حد هيجاوبك. مين هو؟ النحاس. تمام يا مستر. 27، تعد غانا أولى دول أفريقيا في إنتاج الذهب. لازم الذهب مين؟ غانا. الذهب مين؟ غانا. طب يا مستر وبتسوانا في إيه؟ الألماس. يبقى غانا ذهب، غانا ذهب، غانا ذهب. بينما بتسوانا أولى الدول الأفريقية في مين؟ في ألماس. يبقى غانا ذهب، بتسوانا ماس. طب أفريقيا المغرب فوسفات، والتانية عالميا.
يبقى يجي هنا يقول لك تعد ثاني الدول العالميه في انتاج الفوسفات، وهي الاولى في افريقيا. مين الثانيه؟ المغرب. تمام. وغير كده وكده قلت لكم شاطره فين لو انتوا فاكرين، يلا فكروا في الخريطه، قلناها في الطاقه المتجدده. يبقى لو قال لك ذهب غانا، ماس بتسوانا. طب لو قال لي فوسفات المغرب. يعتبر نقط من المصادر الطاقه الاحفوريه، ما احنا لسه قايلينها يا مستر، مش قلنا الفحم؟ لا، بس هنا اقل واحد فيهم في التلوث، يعني النظيف والرخيص. نظيف ورخيص يبقى مين؟ الغاز. طيب بيقول لك شعب من شعوب افريقيا عطينا له المركز الثامن في مساعده الغرباء والكرم. مين الشعب ده؟ هو طبعا الشعب المصري. يوجد بافريقيا جزر سياحيه، ما انت حضرتك لسه قايل لي يا مستر، لسه قلناها فوق، قلنا زنجبار في تنزانيا، والجفتون غردقه مصر. يبقى زنجبار والجفتون. اكثر القارات المصدره للسائحين تجاور افريقيا من جهه مين؟ اكتر قاره بتبعت لك سياح هي كانت مين؟ اكتر قاره كانت القاره الاوروبيه. طب اوروبا موجوده فين؟ والله يا مستر عندنا هنا مين؟ عندنا هنا افريقيا، وفوقها مين؟ اوروبا. طب كده من الجهه مين؟ اوروبا شمال مين؟ افريقيا، يبقى من الجهه الشماليه. طيب تعال السؤال الثالث، صح او خطا؟ مع التصويب، لازم مع التصويب عشان ما تنقص. تنخفض الكثافه السكانيه بافريقيا في مناطق المستنقعات. تمام. يا مستر في مناطق المستنقعات، بس مناطق المستنقعات فيها طينه وميه، يعني الكثافه بتنخفض، بس يا مستر بتنخفض ايه يعني؟ في ناس بتعيش كتير فيها؟ قال لك لا، صعب اعيش يا مستر فيها. ده شبيهه لمين؟ شبيهه للصحراء. يبقى هنا تنخفض الكثافه السكانيه بافريقيا في مناطق المستنقعات. لا، ما بتنخفضش في المستنقعات، ده تندر، يعني صعب تلاقي حد في مناطق المستنقعات. تمام؟ مش هنعيش في قلب الطين انت وتعيش. هناك ارتباط بين ارتفاع نسبه فئه صغار السن، في ارتباط ما بين ارتفاع نسبه فئه صغار السن يا مستر والمشكله السكانيه. في مشكله كبيره بتحصل بصغار السن، عشان صغار السن دول كل ما يزيدوا يمثلوا ايه؟ عاله وعبء على الحكومه. تمام؟ في مجال الصحه والتعليم وغيره وغيره. يبقى هنا يجي يقول لك هناك ارتباط بين ارتفاع نسبه فئه صغار السن والمشكله السكانيه بافريقيا. صح. دعم المراه اجتماعيا، انت لما تدعم المراه اجتماعيا كده بتحل المشكله السكانيه. كده بتحل المشكله السكانيه، بتزود مكانتها. تحدد الخصائص السكانية لقارة أفريقيا، مدى ضعفها أو قوتها. الخصائص السكانية، إيه الخصائص السكانية دي؟ مميزات السكان بتاعتها. تمام؟ سواء كان عدد الأطفال أو عدد الشباب أو عدد الكبار، أو المميزات بيعيشوا فين ويقلوا فين، دول مصدر قوتها. يا مستر مصدر قوتها. يبقى الإجابة صحيحة. يتميز التركيب النوعي. نوعي ايه وايه؟ ذكور واناث لسكان افريقيا بالتوازن النسبي. يا مستر ده الذكور حاجه بسيطه بس، يا دوب 2-3 يعني نسبه بسيطه. يبقى هنا توازن نسبي، يعني قريبين من بعض. يا مستر توازن نسبي، يبقى اجابه ايه؟ صح. طب يجي يقول لك هنا يتميز التركيب النوعي لسكان افريقيا بتضارب يعني اختلاف. لا يا مستر هم قريبين من بعض. تمام؟ بعلاقة عكسية. لا يا مستر قريبين من بعض. تنتشر اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية موجودة فين؟ الإنجليزية موجودة في الجهة الجنوبية. جنوب مين؟ أفريقيا. لما لقوا فيها الماس والذهب وكده، بريطانيا راحت خدتها واحتلتها ونشرت فيها لغتها عشان تقضي على الثقافة. يبقى تنتشر اللغة الإنجليزية في جنوب أفريقيا. صح. طب الفرنسية كانت موجودة حضرتك قلت لي في الشمال وفي الوسط وفي الغرب، الشمال الغربي. تمام يا مستر؟ يبقى تنتشر اللغة نقط في غرب ووسط. صح، اللغة الفرنسية. تنخفض معدلات الأطباء والممرضات في دول أفريقيا عن المعدل العالمي. صح، وأنا لسه قايل لك الأطباء والتعليم في دول جنوب الصحراء أقل من دول الشمال الصحراء اللي هي شمال أفريقيا. السؤال اللي بعديه، يدخل معدن الذهب في صناعة بعض الأدوية. معدن الذهب تستخدم فيها ذهب؟ قال له والله يا عم أنا بستخدم في الحلي، بستخدم في صناعات إلكترونية وبعض الأدوية. يبقى الإجابة صحيحة. هنا ممكن السؤال صح وغلط يقول لك إيه؟ دلل على تعدد استخدامات الذهب.
دلل الذهب قيمه اقتصاديه، هتقول له ده. فاحنا ما بنحل الصح والغلط بس يا حبايب قلبي، احنا لازم نفهم السؤال. فهمك السؤال هو يعتبر حلك. طب مستر، من اهم الدول الافريقيه المنتجه للبترول، والله يا مستر كان عندي دول كتير، كان عندي انجولا ومصر وليبيا والجزائر. تمام يا مستر، يبقى الاجابه ايه؟ صح. توجد الصناعات التحويليه الثقيله. الصناعات التحويليه ما هو في عندك صناعات تحويليه خفيفه زي الملابس والغذاء والكلام ده، فدي سهله في كل الدول العربيه اشهرها مصر. طب الثقيله في عدد قليل من الدول، زي مين؟ زي مصر وغانا والجزائر وجنوب افريقيا. يبقى عندي مصر ومين؟ وجنوب افريقيا. طب غانا والجزائر صح. طب لو قال لك فقط غلط، في مصر ومين؟ وجنوب افريقيا. يعد ضعف التعاون الاقليمي بين الدول الافريقيه احد مشكلات التعدين والطاقه. ضعف التعاون ان احنا ما بنساعدش بعض، فعشان كده في مشكله في الاستكشاف. يا مستر، ما احنا ما بنساعدش بعض، ما بنمدش ايدينا لبعض، يبقى ما فيش تعاون، يبقى في مشكلات. تقوم الدول الافريقيه باستيراد الانتاج المعدني في شكل خام. مستر، تقوم الدول، هي الدول الافريقيه بتستورد المعادن بشكل خام؟ ما هي اصلا عندها المعادن خام، فكده ما بتعملش استيراد، بتعمل قصد حضرتك تصدير. يا مستر، بتصدرها بصوره ماده مين؟ خام. من مقومات السياحه في افريقيا. مقومات السياحه عندي حاجات كتير حضرتك قلت لي، مقومات طبيعيه ومقومات بشريه، قلت لي التضاريس، تمام، الطبيعه والمناخ وغيرها. قلت لي يا مستر الاثار والبنيه التحتيه وتعدد الثقافات من العوامل البشريه. طب من مقومات السياحه في افريقيا، غنى السواحل الشماليه بالشعاب المرجانيه. هي الشعاب المرجانيه معظمها كانت في الشمال ولا معظمها في الجهه الشرقيه؟ معظمها في الجهه الشرقيه، يبقى مستر هنقوله خطا، الشرقيه. تقع مباني وهياكل مدينه جميله. مدينه جميله فين؟ البت جميله فين؟ في الجزائر. على ارتفاع كام قلت لك جميله؟ 900 متر، وليها علاقه بالحضاره اليونانيه، تمام، والرومان. طب خلاص، يبقى انت هنا عندك صواب. تنتشر متنزهات كلمنجارو الوطني. متنزه كلمنجارو الوطني مع محمية غابة داجة. التشابه ما بين كلمنجارو وداجة؟ كلمنجارو داجة، التشابه ما بينهم الاثنين. التشابه يا حبيبي ان الاثنين دول فيهم غابات، والغابات اللي موجودة جنبهم دول فيهم حيوانات. يبقى وجود مين؟ سديات مهددة بالانقراض. سديات مهددة بمين؟ بالانقراض. طيب حبايب قلبي، السؤال رقم 17. السؤال رقم 17 عندي بيقول لي يعد انتشار المستنقعات من المشكلات التي تواجه النقل. يا مستر، المستنقعات بتواجه النقل، تمام. طب ده الرحلات والبعثات زي سليم باشا القبطان توقفت بسبب المستنقعات. يبقى التي تواجه النقل النهري في افريقيا صح. وانت عندك مشكلات النقل النهري كتير، تمام. عندي مشكلات طبيعيه، المستنقعات، تمام، وعدم صلاحيه جميع الانهار والفيضانات والجفاف وغيرها، تمام. وبرضه في مشكلات سياسيه، دي ثابته في كله، ثابته في تدهور الانشطه الاقتصاديه، وثابته في الاكتشافات المصريه. 18. من المتوقع نقل البضائع من شمال افريقيا. عايز تنقل البضاعه من الشمال، يعني من ناحيه مصر كده، مصر ادي اهي مصر، اعملوا خريطه افريقيا صغيره، انا عارف ان انتم مش هتشوفوها. من مين؟ من شمال افريقيا الى جنوبها. جنوب هنا عند مين؟ جنوب افريقيا. عبر طريق مين؟ مصر، يعني القاهره. طريق القاهره مين؟ كيب تاون. القاهره كيب تاون. يبقى من شمال افريقيا مصر لجنوبها كيب تاون عبر 4 ايام. يا مستر، ده طريق القاهره كيب تاون. ومصر عملت حاجه تاني، سكه حديد ما بينها وما بين السودان اللي سميتها اسكندريه الخرطوم. طب مستر، وصلت رحلات سليم بيك قبطان قرب البحيرات الاستوائيه ثم عادت الى دنقله. يا مستر، الرحلات وصلت قرب البحيرات الاستوائيه والنيل الابيض، بس حضرتك قلت لي من شويه ما رجعتش دنقله، رجعت للخرطوم. يبقى عادت تاني لمين؟ للخرطوم. اقتصرت سلطه الحكمدار بالسودان على السلطه المدنيه.
مدنيه، يعني ليه علاقه بين المجتمع بس، يفصل بين المنازعات، تمام، يشوف احوال الرعيه، دي مدنيه. لا يا مستر مش مدنيه بس، تمام، ما اقتصرتش، كانت مدنيه وكانت عسكريه. يبقى كده الحكمدار عرف الفصل ولا لم يعرف؟ لم يعرف مبدأ الايه؟ الفصل بين السلطات. كان مجمع اكتر من سلطه، مدنيه وعسكريه. قسم الخديوي اسماعيل السودان الى 7 مديريات. حلوه الحته دي، الحته دي بتيجي في امتحانات كتير. التقسيم الاداري كان 3 عملوه. مين هم الثلاثه؟ عندي محمد علي قسم السودان لكام؟ ل7 مديريات. طب اسماعيل، تمام، اسماعيل زعل، قال لك انا هقسمها لكام؟ ل 12 مديريه. فين اسماعيل؟ 12 مديريه. تمام يا مستر. طب جالي مين؟ قال لك جالي عمك سعيد، قسمتها لكام؟ قال لي 5 مديريات. يبقى سعيد ابن محمد علي 5، ومحمد علي 7، واسماعيل اجمع محمد علي وسعيد. 7 زائد 5 كام؟ يلا فكروا، شكلكم مش شاطرين في الرياضه. يبقى كده كام؟ 12. تكونت الحامية العسكرية التي أنشأها من محمد علي في السودان، اللي كانت مستقرة بشكل كبير في الخرطوم ومدينة كاسلة في الحدود الشرقية. تكونت من مين؟ ما انت محمد علي كان حاكم مصر، يبقى جنود مصريين وسودانيين والقليل من الجنود الأتراك، عشان الأتراك كان مزيعبهم الخيانة والتمرد، فمحمد علي ما زودش من الجنود الأتراك. 13. استخدام محمد علي القانون. نقط سؤال مهم جدا. أول ما دخل السودان وتوسع في الجنوب، حاول يقضي على مين؟ حاول يقضي على تعدد وتشتت القانون، حاول يعمل قانون واحد، مش كل قبيلة ماشية بقانونها، ماشية بدماغها. فعمل لي مين؟ القانون العثماني. القانون العثماني بدل مين؟ العرف والتقاليد. العرف والتقاليد. أنشأ محمد علي بالخرطوم. أنشأ بالخرطوم حاجات كتير، مساجد، مستشفيات، غيرها وغيرها، ومدارس. طب أنشأ إيه تاني مستر؟ معمل لإعادة تشكيل الحديد. صح. أرسلت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. أول ما تسمع جمعية جغرافية، تمام، بريطانية، هتعرف على طول دي عهد مين؟ سعيد باشا، اللي اهتمت بالبعثات الجغرافية. نهر النيل. صح. يبقى يجي هنا اللي بعديه. أنشأ إسماعيل باشا المجالس العرفية التي كانت تتألف من شيوخ القبائل ورؤسائها، تمام، العشائر. هو إسماعيل باشا اللي عمل كده؟ لا يا مستر. أول ما يجي يقول لك مجالس، معظم المجالس هنا اللي اتكلمنا عنها في أولى إعدادي هتقول لي سعيد. يا إما مجالس عرفية، تمام، يا إما مجالس الأقاليم. المجالس العرفية بتتكون من الشيوخ والقبائل بهدف حكم، إن هم يشاركوا في الحكم، والأقاليم عشان يحلوا النزاعات بين الأقاليم. يبقى ركز، سؤال امتحان، سؤال مهم جدا ده. حظرت الثورة الجزائرية. الجزائر ظهر فيها حاجتين، واحد اسمه عبد القادر الجزائري، ده اللي قاوم وهزم الاحتلال الفرنسي في البداية وعطوله وسط والجهات الجنوبية وغرب الجزائر، وكان ماسك مدينة بسكرة. وتاني واحدة كان عندي جميلة مين؟ بحريت، اللي شاركت في ثورة الجزائر. فيجي يقول لك حظرت الثورة الجزائرية بدعم إقليمي. يا مستر، وهو ده السبب في استقلال الجزائر. وكمان ما ننساش مساعدات مصر. تأسست أول مستعمرة بجنوب أفريقيا. أول واحد دخل جنوب أفريقيا كان مين؟ كان يا مستر شركة الهند الشرقية الهولندية. يبقى هولندية، يبقى أول حاجة هولندا. فهنا بيقول لك أول مستعمرة في جنوب أفريقيا عام 1652. 16 هنا يعني قرن كام؟ قرن 17. كانت مين؟ هولندا. غلط، مش بريطانيا، هولندا. نجح نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا ده البطل وزعيم مين؟ المقاومة في جنوب أفريقيا. عمل إيه؟ في إنهاء التميز العنصري، واتحبس حوالي 27 سنة، عن أكتر من ربع قرن، تمام، في جنوب أفريقيا. لما قال لك المقاومة السلمية. طب بعدها أنشأت مصر إذاعات موجهة لدول أفريقيا المحتلة بلغتها المحلية. مصر بعتت في الإذاعة بتاعتها هنا القاهرة. كانت بتقول لك إيه في الإذاعة في القاهرة؟ قال لك كانت بتبعت رسالة لمين؟ للدول المحتلة، عشان تبين لهم مساوئ الاحتلال. قوموا فوقوا، قاوموا، اطردوا اللح،
احتلال. صح يا مستر. وده كان عامل سياسي من ضمن القوى السياسيه المصريه، اعلامي سياسي. يقع مقر الاتحاد الافريقي. مقر الاتحاد الافريقي موجود فين؟ اتحاد افريقي اديس بابا. يبقى الاتحاد الافريقي اديس بابا، واللي كان مصر ليها دور كبير في تشكيله وتولته اكتر من مره. اخر مره كان 2019 لما عملت العديد من خطط زي حقوق الانسان والتعاون والتكامل بين الدول الافريقيه. يعد البرلمان الافريقي من الهيئات السياسيه بالاتحاد الافريقي. الهيئات السياسيه انت حضرتك يا مستر كنت بتقول ايه؟ سياسيه كنت بقول لك برلمان وتنفيذيه. يبقى سياسيه برلمان تنفيذيه. طب اقتصاديه اي حاجه لها علاقه بالماليه بالبنوك دي اقتصاديه. ركز هتجيب المعلومه كويس. من الانجازات المصريه بالاتحاد الافريقي على المستوى الاجتماعي والثقافي. مستوى اجتماعي وثقافي يعني لها علاقه بالعلم، تمام، تطور العلم وحمايه المجتمع وحقوق المجتمع والشباب والنساء وكده. ده اجتماعي وهنا ثقافي علم. المشاركه في بعثات حفظ السلام. مشاركه في بعثات حفظ السلام يعني جنود بتروح تحفظ السلام بين الدول اللي فيها نزاعات. لا، ده حفظ السلام ده امني. يبقى غلط، مش مستوى اجتماعي وثقافي، ده كده امني. اطلقت مصر اكاديميه الكوميسيا للعلوم الالكترونيه لدعم التحول الرقمي. يا مستر تمام، ودي كانت من ضمن انجازات مصر في منظمه الكوميسيا. اكتب ما تشير اليه كل من العبارات الاتيه. تمام، عمليه بيع وشراء العبيد. مش هكمل، ده حضرتك اللي حاول يوجهها مين ويقضي عليها محمد علي وسعيد واسماعيل. ده كانت اسمها تجاره مين؟ تجاره الرقيق. طب تعال، سيطره دوله على اخرى. دولة بتتحكم فيك سياسيا واقتصاديا عشان تنهب خيرك وثروتك الاجتماعية والطبيعية وتستغل المجتمع بتاعك. دي اسمها ايه؟ اسمها استعمار، احتلال. زي الاحتلال البريطاني لمصر والفرنسي للجزائر. معاهدة توقفت بسببها طموحات محمد علي التوسعية. محمد علي كان كون امبراطورية كبيرة جدا. كون امبراطوريه شملت قارات العالم القديم، شملت افريقيا وشملت الجزيره العربيه وبلاد الشام وصلت لليونان وحدود تركيا، كل دي وجزيره كريت. طب الدوله الكبيره دي مين حائط الصد المنيع اللي قضى على طموحاته؟ اللي قضى على طموحات محمد علي. معاهده مين؟ لندن. لما لقوا محمد علي ان هو خطر عليهم، خطر على التوازن الدولي، فحاولوا يقضوا ايه عليه. تحولات علمية واقتصادية. مش هكمل، حاجات علم انت بتعتمد على العلم. علمية واقتصادية واجتماعية. يعني العلم عندك زاد، فبالتالي العلم زاد فاستثمرت الموارد، يبقى الاقتصاد. فمين اللي يقدر يستثمر الموارد؟ شعب واعي، يبقى اجتماع. المجتمع حالته العلمية زادت، دي اسمها مين؟ الثورة الصناعية. لما اكتشفنا مين؟ آلة البخر في بريطانيا. يبقى تحولات علمية اقتصادية اجتماعية نتيجة اكتشاف نقط آلة البخر، يبقى الثورة الصناعية. أحد أساليب الاستعمار وعن طريق قيام الدول. أحد أساليب الاستعمار ليه أساليب كتير، بتتم عن طريق مين؟ قيام الدولة بتوقيع معاهدة واتفاقية. ده من الأسلوب، أسلوب المكر السياسي، تمام، والاسلوب الحضاري او الاحتلال العسكري او القروض. كل دي كانت من اساليب الاستعمار. لما يجي يقول لك وضح اساليب الاستعمار، طب هنا احد الاساليب بيقوم على توقيع معاهدات واتفاقيات. يعني يجي الحاكم من الدول الغربيه الاوروبيه، يجي لاحد الحكام مثلا في افريقيا، ازيك عامل ايه؟ هنعمل معاك اتفاقيه. ليه؟ ان انا جاي احمي ارضك. هو انا مش قادر احمي ارضي؟ تمام، ده انا هخليك فوق، ده انا هخليك ملك افريقيا. هخليك ايه؟ ملك افريقيا؟ ملك افريقيا وانت مش قادر تحمي ارضك؟ يبقى كده ايه؟ خداع سياسي. بيضحكوا عليه، بيعملوا زي قواعد عسكريه، تمام، وبعد القواعد دي هي اللي تحتل الارض. يبقى هنا خداع مين؟ سياسي. سياسه اتبعتها الدول الاستعماريه. سياسه الدول الاستعماريه اتبعتها. طب اتبعتها ليه؟ لتمزيق الوحده. مش هكمل، عشان تمزق الوحده وما تخليش فيه اتصال، تخلي الدول الافريقيه تبص كده قرفانه من بعض، مش طايقه بعض. كل ده سببه مين؟ وراه مين؟ وراه الاستعمار. سياسه فرق تسد، عشان في الاخر تقدر تتحكم في الدول الافريقيه دوله تلو الاخرى. طب اللي بعدها،
المقاومة السلمية من أجل التغيير بدون استخدام القوى المادية والإكراه. يبقى أنت مقاومة سلمية سلمية سلمية، ما بتستخدمش فيها القوة، يبقى سياسة اللا عنف، سياسة اللا عنف. ودي اللي كان دعا عليها مين؟ نيلسون مانديلا. ثاني أكبر تكتل اقتصادي، تاني أكتر تكتل اقتصادي في أفريقيا. تاني أكتر تكتل اقتصادي في أفريقيا هو مين؟ الكوميسيا. بعد مين؟ بعد دول كانت موجودة واتلغت عليكم اسمها دول الساحل إيه؟ والصحراء. يبقى تاني أكبر تكتل اقتصادي الكوميسيا. مدينة جعلها محمد علي عاصمة للسودان. مش هكمل. مدينة الخرطوم. طب ممكن نكمل نعرف عمل لنا فيه ايه؟ عمل لكم فيها كل حاجة حبايبي. مقر الحكومة كانت في الخرطوم، تمام؟ بالنسبة للسودان. عمل فيها مستشفيات ومساجد وترسانة لصناعة السفن، تمام يا مستر؟ عشان كده عمل مصانع خاصة بالحديد ومباني حكومية ومخازن ومستشفيات. الخرطوم مهمة جدا. أنشأها محمد علي، تمام؟ في جميع أنحاء السودان لتعليم القراءة والكتابة والقرآن. طب قراءة وكتابة وقرآن كنا بنتعلمها زمان، أجدادنا وأبهاتنا كانوا بيتعلموا في الكتاب، الكتاتيب. تجمع من الشخصيات، يبقى لو قال لك تجمع من الشخصيات ذات نفوذ لفض النزاعات بين الأفراد استنادا للأعراف عاداتهم وتقاليدهم، دي مين؟ المجالس العرفية. زيادة عدد السكان، زيادة عدد السكان، عدد السكان بيزيد، تمام؟ زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي. انت بتنمي زي الزحلفة، نموك بينمو واحدة واحدة والاقتصاد عندك أسرع من الصاروخ. للأسف الموارد عندك أسرع من الصاروخ، فكده في تناقض، في اختلاف. انت بتبني مدرسة ل20 طالب، لقيت فجأة اتولد 100، هتحط الباقي ده فين؟ فكده في مشكلة سكانية. اللي بعدها رسم بياني. تعريف ده خدناه لحد ما تعبنا منه. لما يجي يقول لك رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب مين؟ النوع، تمام يا مستر؟ الذكور والإناث، والتركيب العمري، صغار ووسطى وكبار، والتركيب الاقتصادي. يبقى ده تعريف مين؟ الهرم السكاني. مهرجان نظمته مصر خاص بالفنون الشعبية، تمام؟ المهرجان خاص بالفنون الشعبية لتعزيز التعاون الثقافي مع الدول الأفريقية، فنون شعبية. يبقى اسمه المهرجان الإيه والإيه؟ مصر دولة عربية وأفريقية يبقى اسمه المهرجان العربي الأفريقي. وانقل للفنون الشعبية. من هو أهم الشخصيات؟ ويلي سوينيكا، ده روائي، تمام؟ نيجيري. عمل إيه يا مستر؟ قال لك أول كاتب أفريقي يفوز بجائزة مين؟ نوبل للأدب. طب ليه فاز بيها؟ قلنا عشان كان بيحمي تراثنا وثقافتنا من الاستعمار. طيب تاني حاجة نجيب محفوظ، لسه قايلينه من شوية برضه، أول أديب مصري حصل على جائزة نوبل في مين؟ في الأدب. محمد علي ولد فين؟ ولد في مدينة قولة بشمال اليونان، وزار مصري كمان، وزار مصري كمان لطرد الحملة الفرنسية. يبقى محمد علي ولد فين؟ في قولة شمال اليونان، وجا لمصر كمان. جيت ليه يا عم مع الجيش العثماني؟ قال لك عشان امشي الحملة الفرنسية، ونجح ان هو يتولى حكم مصر، وبعدها عمل امبراطورية وانشأ العديد من المدن زي مين؟ كاسلاء والخرطوم. اسماعيل باشا ابن محمد علي، ده ايه يا مستار؟ ده اول حاكم دار وصل لسنار. يبقى اول حاكم دار وصل لسنار. سليم باك القبطان عمل ايه؟ قلنا ده من شويه ضابط وجغرافي مصري. عمل 3 رحلات، وصل للنيل الابيض واللي وقفوا المستنقعات. الكلام بيتعاد، ركز، التكرار بيعلم الشطار. عباس باشا الاول، ده ماله يا مستر؟ قال لك انا ههمل. هتهمل ايه؟ قال له والله يا عم انا ههمل الكشوف الجغرافيه. يعني عباس ده عكس العيله بتاعته كلها، عكس محمد علي وخلفائه في مين؟ الكشوف الجغرافيه. بس قال لك والله مش انا اهملت الكشوف الجغرافيه. قلنا له قال بقى انا ههتم بالمدارس والتجاره، بالتعليم ومين؟ والتجاره. يبقى عباس عمل ايه؟ اهمل الكشوف الجغرافيه، وفي الوقت ذاته نشط مين؟ التعليم والتجاره. عمل لنا ايه؟ مدرسه ابتدائيه في الخرطوم،
تمام يا مستر، والمدرسه دي ليه اهميه هنعرفها. تمام. طب التجاره بين مصر اكيد والسودان ودول مين؟ افريقيا كمان. يبقى عباس اهمل كشوف واهتم بتعليم وتجاره. طب سعيد باشا انشا مين؟ انشا المجالس العرفيه اللي اتكلمنا عليها. تمام. ومجالس الاقاليم. طب قسم السودان لكام؟ قسمها ل5 مديريات. طيب عمنا اسماعيل خديوي اسماعيل عملت ايه؟ قال لي والله يا عم انا عملت شبه مين؟ جده محمد علي. مش محمد علي انشا مدارس، انا عملت مدارس. ومحمد علي عمل مكتبات، لا محمد علي عمل كتاتيب، فانا عملت مكتبات. عمل مكتبات بالسودان ومنطقه القرن الافريقي اللي فيها الصومال. طب عملت ايه زياده؟ قال لي انا اسست اداره البريد في الخرطوم، وقسمت السودان الى 12 مديريه، وانشا في النار بميناء بربره. تمام يا مستر. طيب الخديوي توفيق. الخديوي توفيق ده ابن الخديوي اسماعيل، تولى حكم مصر عقب عزل ابيه بعد ما اسماعيل اتعزل. طب ده اتولى من هنا والاحتلال البريطاني جالنا من هنا احتلنا 74 سنه. طيب احمد عرابي. احمد عرابي ده قائد الجيش المصري في عهد توفيق. ده خاض عدة معارك مع قوات البريطانية، بس فشل في هزيمة بريطانيا. في النهاية بريطانيا قدرت تنتصر عليه ودخلوا القاهرة، وإذا سقطت العاصمة سقطت الدولة. مصطفى كامل كاتب صحفي مصري. تمام. الزعامة بقى اللي هيرجعوا يحاربوا تاني، الزعماء الوطنيين اللي هيبتدوا يحاربوا مين؟ بريطانيا. هيجي لك مين؟ مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول، وجمال عبد الناصر. طب تعالى يا مستر كده، مصطفى كامل ده ايه؟ قال لك ده كاتب وصحفي مصري. عملت ايه يا عم؟ قال لي انا اللي تزعمت المقاومه، نشر الخطب والكلام ده عشان يحمسنا، يعرفنا مساوئ الاحتلال. طب اسست ايه؟ سؤال امتحان. قال لي اسست الحزب الوطني 1907. طب بس كده؟ قال لك لا، وفضحت بريطانيا في الخارج، فسافر لاوروبا عشان يندد يوضح مساوئ الاحتلال. طب محمد فريد ده تولى قياده الحزب الوطني، مش لسه قال مصطفى كامل هو اللي اسسه، انما محمد فريد تولى بعد ما مصطفى كامل مات. تمام، يبقى تولى. طب في حاجه بتيجي في الامتحان على محمد فريد؟ في حاجه مهمه. اول ما يقول لك فريد قول له اول نقابه عماليه، يبقى فريد العمال بعد الحزب الوطني بسنتين. يبقى مصطفى كامل اسس وطني وندد بالاحتلال. طب محمد فريد تولى الوطني ونقابه عماليه. طيب ويلسون ده الرئيس الامريكي اللي حاول يضحك علينا. ضحك علينا ازاي؟ قال لك والله يا عم في الحرب العالميه قال لك انا بعمل مبدا اسمه حق تقرير مصير، ان الشعوب تحدد مصيرها، يا اما تستقل يا اما تحتل يا اما ترتبط بالاحتلال. فالشعوب فرحت احنا هنحدد مصيرنا، احنا هنستقل. فهو ده اللي عمل حوالي 14 مبدا، منهم مبدا حق تقرير المصير، وفي النهايه ضحك مين علينا؟ يبقى ويلسون رئيس امريكا اعلن الديمقراطيه والحريه. جمال عبد الناصر احد ضباط الجيش المصري. عملت ايه يا عم جمال؟ قال لي والله يا عم الحاج انا احد ضباط الجيش المصري، وشكلت تنظيم اسمه تنظيم الضباط الاحرار، وعمل ثورة 23 يوليو سنة 52 واللي قضى فيها على فساد النظام الملكي وقضى فيها على الاحتلال البريطاني. الامير عبد القادر الجزائري لسه قايله من شويه، قلت لك في الجزائر 2 عبد القادر وجميل. ايه اللي عملوه؟ قال لك ده نظم المقاومه ضد الجزائر، واتخذ من مدينه مين؟ سكره بسكره. اتخذ منها نقطه المقاومه والدفاع، والنهايه استسلم بعد هجمات فرنسا المفاجئه. يعني هو في البدايه انتصر، بس احنا العبره بالنهايه. مين اللي انتصر عليه بالنهايه؟ فرنسا. جميل ابو حريد دي مناضله جزائريه، شاركت في الثورة الجزائرية عام 1954 اللي دعمها التأييد الدولي بما فيهم مين؟ مصر. نيلسون مانديلا أحد زعماء الوطنيين اللي قاوم الاحتلال بجنوب مين؟ أفريقيا والتميز العنصري، منع التميز العنصري، عشان كده اعطينا له جايزة نوبل واتسجن حوالي 27 سنة. كوامي نكروم. كوامي نكروم ده ماله؟ أحد زعماء دولة غانا. أحد زعماء دولة غانا اللي كافحوا ضد الاستعمار. طب ده شبهه بمين كوامي نكروم؟ نشبهه بسعد زغلول، عشان كوامي وزغلول الاتنين تعرضوا
نفي. كانوا بيبعدوهم، فاكرين ان لما يبعدوهم كده بيقضوا على المقاومه. طب سادس حاجه بقى، السؤال السادس بيكلمني على ايه؟ المقالي. طب تعالى عندك كده المقالي باذن الله هيكون في جيبك. دراسه بيانات واحصاءات السكان. انت ليه بتدرس احصاءات وبيانات السكان؟ عشان تفهم تطور السكان. تعرف لما جيت قلت لك مثلا من شويه، انا مثلا عندي في المنطقه دي، عندي في المنطقه دي ايه؟ مدرسه. والمدرسه دي بتشيل كام طالب؟ المدرسه دي فيها كذا فصل بيشيل حوالي 1000 طالب. طيب اتولد في اخر كام سنه الاخر؟ حوالي 2003. فكده اصبح زياده الطلاب كام؟ 3000. طب والمدرسه اصلا بتشيل 1000. طب دول زادوا في التعليم بس؟ لا، ده زادوا في الصحه وزادوا في الغذاء وزادوا في المأكل والملبس وغيرها 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 وغيرها. فانت بتعمل ايه؟ انت لازم الاول تفهم تطور الاحداث، النمو والتوزيع السكاني. ليه؟ عشان احط خطط. اعرف انا دلوقتي السكان بقوا 3، يبقى اعمل كام مدرسه؟ وكانت مدرسه اعمل 3 مدارس. تمام؟ افتح مصانع، ازود اراضي زراعيه. يبقى انت تساعد في فهم مين؟ تطور الاحداث. ليه؟ عشان اضع خطط تنمويه. ليه؟ عشان اوفر احتياجات المجتمع. افهم الدراسات قسما بالله العظيم هتكون في جيبك. حفظت بس؟ كل سنه وانت طيب. طيب مستر 2، اسباب النمو السكاني في افريقيا. ايه السبب اللي بيخلي النمو السكاني كتير؟ احنا قلنا اسباب النمو 2، زياده طبيعيه اللي هي الفرق بين المواليد والوفيات، وغير طبيعيه اللي هي الهجرات. يبقى بسبب الزياده الطبيعيه والهجرات. تعد افريقيا مالها يا مستر؟ تعد افريقيا اعلى قارات العالم. تعد افريقيا اعلى قارات العالم. اعلى قارات العالم من حيث ايه؟ اعلى قارات العالم من حيث معدل المواليد. ليه المواليد بيخلفوا في افريقيا كتير؟ والله مستر افريقيا عاداتهم خاطئه. يقول لك القوه بالعزوه، خلف كتير كتير. طب تاكلهم منين؟ معرفش. تمام؟ طب وتاني حاجه يا مستر، بسبب مين؟ زواج مبكر، البنت بتتجوز وهي صغيره فمعدل الانجاب عندها بيزيد، يعني كثره الانجاب. يبقى بسبب مين؟ زواج مبكر، كثره انجاب، وضعف تنظيم الاسره. ارتفاع معدل الوفيات في نيجيريا وتشاد وليسوتو. ليه نيجيريا وتشاد وليسوتو المعدل الوفيات بتاعهم مرتفع؟ معدل الوفيات مرتفع اكيد بسبب ايه؟ بسبب انتشار الامراض. تمام. ومين اكتر ناس عرضه للوفيات وهم الطفل وهو صغير، والام وهي كمان حامل؟ يبقى بسبب انتشار الامراض وارتفاع وفيات اطفال وامهات. طيب 5 حاجه، انخفاض معدل الزياده الطبيعيه في افريقيا مؤخرا. انت الزياده الطبيعيه الكتيره دي انخفضت في الوقت الحالي. ليه انخفضت؟ بسبب ضبط النمو السكاني. بدات اظبط النمو بتاع الناس، بدات تفهم ونظموا الصحه واهتموا بصحه مين؟ الام والطفل. ارتفاع نسبه الهجره الخارجيه بافريقيا. ليه الناس بتهاجر؟ بتسيب افريقيا وتهاجر. والله يا عم الناس بتسيب افريقيا وتهاجر عشان تشتغل. يبقى العمل او التعليم. طب عمل وتعليم، التعليم والعمل هيحسنوا مستوى المعيشه. او اللجوء السياسي، الهروب نتيجه الحروب والصراعات. ارتفاع الكثافه السكانيه بوادي النيل والدلتا، والنيل الازرق بالسودان. وادي نيل يعني موجود عنده ايه؟ ميه عذبه تربه خصبه. يبقى ميه عذبه تربه خصبه. ارتفاع الكثافه السكانيه في السواحل الشماليه. سواحل يعني ايه؟ السواحل الشماليه احنا جينا قلنا امطار شتويه فوق في الشمال في السواحل الشماليه. تمام. يبقى عشان موجود ميه، يبقى ميه عذبه، هيبقى موجود عندي تربه خصبه، وغير كده وكده بيئه ساحليه، يعني الجو هناك ايه؟ حلو ومعتدل. يبقى والمناخ المعتدل. تمام يا مستر. ندرة السكان بالمناطق الصحراويه، دي صحراء. السكان هيزيدوا فيها ازاي؟ بسبب ان قله بقى. يبقى هنا المناخ معتدل، هنا قسوه المناخ. هنا الميه كتير، هنا ندرة الايه؟ المياه والتربه. بعدها ندرة السكان في المناطق المستنقعات. قلت لك طينه وميه لازم مش هتعرف تتحرك. تمام؟ بسبب صعوبه الحركه وانتشار الامراض. يبقى بسبب قله الانشطه الاقتصاديه عن الحركه مش هتعرف، وانتشار الامراض. تعاني افريقيا بشكل عام من المشكله السكانيه، لسه قايلها لك من شويه، عشان النمو الاقتصادي لا يتناسب مع مين؟ الزياده السكانيه. السكان في الطالع الصاروخ،
والنمو الاقتصادي بطيء. يبقى بسبب زيادة عدد السكان مع المعدل الاقتصادي وسوء توزيع السكان. سوء توزيع السكان كلهم قاعدين عايشين ملزقين في حتة واحدة ومش سايبين بقية دولته. وطبعا ارتفاع فئة صغار السن. تختلف النسبة بين الإناث والذكور من دولة لأخرى؟ يا مستر بتختلف بسبب ايه؟ بسبب الهجرة وارتفاع معدل وفيات بين الذكور عن الإناث. يبقى هنا بيجي يقول لك تختلف بين افريقيا الذكور والاناث كلها النسبه ايه؟ متشابهه متوازنه. تمام؟ توازن نسبي. طب هنا بين دوله ودوله ممكن تلاقي دوله فيها ذكور اكتر من اناث ودوله تلاقي اناث اقل. طب ليه يا مستر؟ قال لك بسبب الهجره، الرجاله بتمشي. تمام؟ والوفيات كتير عند الرجاله عشان هو اللي بيشيل المسؤوليه وهو اللي بيدافع عن الاسره. تمام؟ فالوفيات كتير. من المتوقع أن تقل نسبة صغار السن بأفريقيا بحلول 2050. نسبة صغار السن تقل. أول ما يقول لك تقل نسبة صغار السن بهدف تنظيم الأسرة ورعاية مين؟ المرأة والطفل. الناس فهمت خلاص، كفاية خلفة، احنا مش في سبق. مستر، انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير في أفريقيا. ليه الأطفال يا عيني تلاقي الولد صغير كده ملحوس مبهدل عمال يشتغل من صغره؟ اكيد عشان مش لاقي ياكل، يبقى فقير، يا اما هربان من التعلم، يا اما في حروب وصراعات والده للاسف توفاه فهو اللي بقى يشيل على كتفه ان هو شايل العيله والاسره، هو اللي هيصرف عليهم. يبقى انت هنا عندك بسبب ارتفاع معدلات مين؟ الفقر والتعليم، برضه التعليم منخفض. تمام؟ وعدم الاستقرار السياسي. تنتشر اللغه العربيه في شمال افريقيا. ليه؟ عشان اول حاجه الهجرات العربيه جت لشمال افريقيا وفتحوا مصر وبعدها شمال افريقيا بسبب الهجرات العربيه. وقلنا من شويه اللغه العربيه منتشره بمين؟ بالدين الاسلامي. تعاني افريقيا من انتشار بعض الامراض. تمام؟ بما تفسر ليه المرض كتير؟ والله المرض كتير عشان الاهتمام بالصحه قليل والفقر كتير، يبقى بسبب تدني الخدمات الصحيه. مجيء محمد علي لمصر على رأس فرقة عسكرية. أنا لسه قايل لك محمد علي ولد القولة شمال يونان وجاء مصر كمان. ليه؟ لطرد الحملة الفرنسية، عشان يمشي الحملة الفرنسية. رغبة محمد علي في القضاء على المماليك الذين فروا للسودان. ليه محمد علي طلع يجري المماليك يجروا وهو يجري وراه؟ قال لك عشان خايف من إيه؟ إن المماليك دول يتحالفوا مع بريطانيا ويرجعوا تاني يستعيدوا مين؟ مصر. فقال لك ايه؟ اتعشى بيهم ولا اتغدى بيهم قبل ما اتعشى بيهم. مستر، بعدها عدم استكمال رحلات مين؟ عدم استكمال رحلات سليم بيك القبطان. انت خنقتنا يا مستر، تعبتني. السؤال ده جه كذا مره، احنا قلنا بسبب مين؟ الجنادل والشلالات والمستنقعات. قيام محمد علي بمحاكمه عدد من الموظفين. طب هو حاكم الموظفين، طب هو انت هتروح تحاكم الموظفين ليه؟ عشان اكيد الناس دول كانوا ايه؟ وصادر اموالهم، خد منهم فلوسهم. قال له من اين لك هذا؟ انت الفلوس دي جبتها منين؟ كان مالك قبل ما تدخل جنيه، بقوا 50 ازاي؟ قبضك لو حوشته هيبقوا 5 مثلا. تمام؟ فهنا الناس دي عملوا ايه؟ استغلوا مناصبهم، يبقى سوء ادارتهم، ما اشتغلوش كويس، واستغلال مناصبهم. يعني خدوا ايه؟ الرشاوي، انتشار الرشاوي، رشا. تدفق الأهالي من المناطق المجاورة لمدينة كاسلاء. ليه الأهالي سابوا المناطق المجاورة وراحوا طلعوا يجروا في مدينة كاسلاء اللي كان بناها محمد علي؟ تمام؟ قال لك عشان محمد علي اهتم بمدينة كاسلاء وبنى فيها ايه؟ بروج وتحصينات، فالناس عايزة الأمن والأمان. يبقى قيام محمد علي ببناء مين؟ أبراج وتحصينات، عشان كده الناس لقوا الأمان فراحوا لكاسلاء. عمل محمد علي على نشر الكتاتيب، لسه قلناها فوق، هتعرفنا ايه؟ القراءة والكتابة وتحفظ القرآن. أرسل محمد علي بعثات من السودانيين لمصر. ليه السودانيين جم لمصر؟ عشان يتعلموا مجالات زي ايه؟ زي المجالات الإدارية، ازاي يديروا دولتهم، والمجالات العسكرية، يبقى لتعلم الإدارة والعسكر. إرسال محمد علي مزارعين مصريين إلى السودان. طب أنت بعت مزارعين مصريين للسودان ليه؟ عشان يعلموهم الأساليب القتالية ولا الزراعة؟ الزراعة. يبقى بهدف تدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة.
والمصريين نفسهم كان جاب ليهم علماء مين او مزارعين مين من اوروبا، يعني خلى برضو ايه، يعني مصر خدت النهضه من اوروبا، تمام، والسودان خدتها من مصر. اهتم محمد علي بتحسين الانتاج الحيواني، يعني الراجل اهتم بكل حاجه، عشان كده بقول لك ده اللي اسس السودان يعتبر، تمام. طب لانه كان يهدف الى مين؟ انت ليه اهتميت بالحيوانات كتير؟ عشان تسيبها عندك؟ لا، عشان اصدر وبيع. انشأ سعيد باشا المجالس العرفيه، زي هنا مين؟ يبقى هنا محمد علي اهتم بالماشيه عشان يبيع، زي عمنا اسماعيل الخديوي اسماعيل لما اهتم برضه بمين؟ بالقطن، تمام، عشان المصانع ويصدر. انشأ سعيد باشا المجالس العرفيه بالسودان. المجالس العرفيه ليه؟ عشان يشرك السودانيين في حكم البلاد. طب مستر، انشأ سعيد باشا مجالس الاقاليم في السودان. اقاليم لسه قايلها لك من شويه، اقاليم عشان يفصل بين الخصومات المدنيه والتجاريه. اقام سعيد باشا معسكر على نهر السباط. انا قلت لك محمد علي وسعيد واسماعيل حاولوا يمنعوا تجاره الرقيق، بس الفرق ان سعيد استخدم اسلوب عسكري اكتر على نهر السباط عشان يمنع تجاره مين؟ الرقيق. ارسل الخديوي اسماعيل خريجي مدرسه الخرطوم لمصر. ما هو زي محمد علي بعت خريجي مدرسه الخرطوم عشان يتعلموا على نفقه الحكومه المصريه. ادخل الخديوي اسماعيل تعديلات على التقسيم الاداري. ليه؟ هو كانوا كام؟ كانوا 7 في محمد علي و5 في عهد سعيد، دخل لهم 12، اكيد عشان دولته وسعت والمسؤوليه زادت، يبقى بسبب توسع المساحه. ازدهار حركه التجاره في السودان خلال فتره الحكم الخديوي اسماعيل، تمام، ازدهرت، تمام، اكيد عشان هو اهتم بالطرق وعمل مراكز تجاريه، تمام، والفنارات اللي عملها والسكه الحديد بمحاذاه النيل، كل ده تخلي التجاره عندك تزدهر. والامن، يبقى بسبب انتشار الامن والاستقرار وانشاء الطرق والمراكز التجاريه. اهميه الزراعه، سواء زراعه سواء صناعه سواء تجاره سواء سياحه، بيوفروا كلهم فرص العمل ودخل قومي وعمله صعبه. طب الزراعه بتوفر لي ايه كمان؟ الغذاء والماده الخام. اكتب صح، يبقى توفير مين؟ الغذاء للسكان، والاقتصاد عشان بيعمل فيها 50%، وفرص العمل. تتعرض التربه الزراعيه في افريقيا للتعريه. التعريه بسبب ايه؟ رياح قويه او امطار جامده جدا زي مين؟ الفيضانات او رعي جاف. يبقى سبب مين التعريه ايه؟ رياح امطار ورعي، رياح امطار ورعي. القيمه الاقتصاديه المحدوده للابقار. لسه قايل لك شويه الابقار كانت في اثيوبيا والقيمه الاقتصاديه بتاعتهم محدوده بسبب ايه؟ قله انتاج مين؟ الالبان، اللبن قليل، واللحوم. يبقى الالبان واللحوم. تاخر استغلال خام الحديد الموجود بجبال البحر الاحمر. خام الحديد تاخر استخدامه، ليه؟ استكشافه كان صعب بسبب موقعه البعيد عن مين؟ وسائل النقل. قال لك انا هدفع اكتر مع استفاد، فاكتشفه ليه؟ تعد الطاقة الكهرومائية مالها أول مصادر الطاقة المتجددة، تمام، يبقى الطاقة الكهرومائية أول مصادر الطاقة المتجددة. ليه؟ عشان الأنهار عندي كتير، يبقى بسبب وفرة الأنهار والمساقط المائية. تركز إنتاج طاقة الرياح بمعظم جهات أفريقيا، تمام، ليه الرياح موجودة في معظم الجهات الأفريقية؟ تمام، عشان معظم جهات الافريقيه ملائمه للمناخ. هتقول له عشان شمال وشرق وجنوب افريقيا، تمام، يبقى شمال وشرق وجنوب افريقيا اكثر المناطق الملائمه لمين؟ للرياح. ليه؟ بسبب انتظام الرياح، عشان الرياح بتيجي في المناطق دي بشكل منتظم، يعني شكل شبه دائم. اعتماد افريقيا على الشركات الاجنبيه في عمليات الصناعه. ليه بنعتمد على الشركات الأجنبية؟ قال لك والله أنا عندي نقص في الأموال ونقص في الأيد العاملة، تمام، والخبرات بتاعتي، عشان كده بعتمد على مين؟ الأجانب. ما النتائج؟ زيادة الهجرة غير الشرعية. زيادة الهجرة الغير الشرعية، إيه النتائج على زيادة الهجرة الغير شرعية؟ تمام؟ أدى لإيه؟ أنت بتعمل هجرة غير شرعية فهيخلي عندك ضغط على الإيه؟ ضغط على الموارد اللي عندك، تمام، الموارد اللي عندك عدد السكان زادوا، ضغط على الخدمات اللي عندك، تمام يا مستر،
وضعف النمو الاقتصادي. يبقى زياده الهجره الغير شرعيه ادى لمين؟ سوء الاستقرار وزياده الضغط على الموارد والخدمات. ارتفاع كثافه السكان في مدينتي القاهره في مصر ولاجوس في نيجيريا ادى لايه؟ نفسها ضغط على الموارد والخدمات. زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، نفسها برضه شبابها شبه اللي فوق. السكان زادوا يبقى كده هيحصل عندك ايه؟ استهلاك موارد كتير. تمام؟ ميه وغذاء واكل، وابقى محتاج ايه؟ برضه مسكن. يبقى ونقص نصيب الفرد من الامن المائي والغذائي والاقتصادي عامة. اللي بعدها تناقص نسبة صغار السن في أفريقيا. تمام؟ إيه النتائج؟ لو صغار السن تناقصوا هتنتقل أفريقيا للمرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي، اللي هو تناقص صغار مين؟ السن. تناقص المواليد والوفيات عامة. يبقى تنتقل قارة أفريقيا للمرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي. زيادة نسبة سن العمل عن النصف. انت عندك سن العمل كتير عن النصف، فانت هنا ادى لوجود ايه؟ قوة عاملة، ناس تشيل على كتفها وتشتغل. يبقى ادى لوجود قوة عاملة يمكن استثمارها لو في مشروعات اقتصادية وفلوس. قيام محمد علي بقيادة حملة للسودان عام 38 مهمة. ليه رحتوا للسودان؟ قال لي والله يا عم عشان امنع تجارة الرقيق. تمام؟ يبقى انت ليك هدف انساني، وكمان عشان اضبط الاداره. يبقى اداره رقيق. وقال لك بصراحه عشان كمان موجود هناك ايه؟ ذهب، والوصول لمناجم الذهب في دنقله. يبقى بهدف الحمله ايه؟ رقيق اداره ذهب، رقيق اداره ذهب. معاهده لندن فقدت محمد علي جميع اراضيه، معظم الاراضي فقدها محمد علي. خير مصر باستثناء كان معاه بس في الحقيقه مين؟ السودان. يبقى فقد محمد علي معظم أو جميع الأراضي باستثناء السودان. أصدر السلطان العثماني فرمان. تمام؟ يبقى هو فقد خلاص كله. فأنت عندك السلطان العثماني صدر فرمان 41، والفرمان ده أمر صادر من السلطان واجب التنفيذ. لقينا بيأكد على حكم مصر. حكم إيه؟ وراثي في أكبر أبناء محمد علي. قال له محمد علي أنت ليك مصر والسودان. طب الشام والجزيرة وكل اللي خدته ده؟ قال لك لا خلاص سيبه رجعه. إرسال الخديوي وإسماعيل عدة حملات ورحلات استكشافية. هو بعت حملات وبعثات، فكده حدود مصر إيه؟ توسعت. يبقى توسع حدود مصر الإيه؟ الجنوبية، وضم العديد من المناطق. طب مستر أنت عامل بعثات ورحلات لأفريقيا، هتكتشف منابع مين؟ النيل. وصل للاستواء وبحيرتي فيكتوريا وكايوش. يبقى انت نتائج البعثات والرحلات اللي عملها توسع للحدود الجنوبيه، وضم اراضي جديده للاستواء وبحيره فاكتوريا وكيوجا، ووصل لشرق افريقيا اللي هي القرن عند مين؟ الصومال والحبشه. الزياده السكانيه الكبيره في معظم دول افريقيا بالنسبه للزراعه. انت عدد السكان زاد، فاصبح لسه عندك قلت نقص مائي ونقص غذائي، صح؟ فاصبحت الزراعه بتاعتك بدات تتغير، صح؟ بدأت تتغير ايه؟ من بسيطة بدائية كنت بتزرع حاجات على قدك إلى الزراعة الكثيفة عشان عدد السكان زاد، إلى الزراعة الواسعة عشان عدد السكان زاد وعايز تبيع. يبقى أنت عندك دلوقتي تحول مين؟ قال لك كان معظم سكان أفريقيا بيعتمدوا على الزراعة البسيطة البدائية، اتحولوا للكثيفة والواسعة بسبب زيادة الإنتاج. دخول الأسماك كسلع أساسية في التجارة الدولية. ليه الأسماك دخلنا بيها سلع أساسية في التجارة الدولية؟ قلنا أي حاجة من الأنشطة الاقتصادية هتوفر لك فرص عمل ودخل قومي، وده سمك هيوفر لي برضه إيه؟ الغذاء. السؤال رقم 12. ضعف شبكة الري والصرف في معظم الدول الأفريقية. ضعف شبكة الري والصرف. الري والصرف ضعف، الميه الزياده صعب تصرفها، فكده هيحصل ايه؟ ارتفاع نسبه الايه؟ ارتفاع نسبه الميه والاملاح، فالتربه هتتدهور. يا مستر ما في ميه يا حبيبي، من زاد عن حده اتقلب ضده. التربه ما بتحتاجش ميه كتير 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 تدمر التربه زي الفيضانات. امتلاك افريقيا كثيرا من مواقع التراث الثقافي والتاريخي. هي فيها تراث ثقافي وتاريخ ومظاهر طبيعيه، كل ده هيخلي عندك ايه؟ سياحه. الموقع الاستراتيجي لأفريقيا بالنسبة للنقل المائي. موقع استراتيجي
يعني موقعك وقت الحرب والسلم والأزمات. بالنسبة للنقل المائي عندك ممرات مائية مهمة زي مضيق باب المندب جنوب الأحمر، وقناة السويس شماله، وجبل طارق، وبرضه عندك مين يا مستر؟ موزمبيق. فأنت عندك حاجات كويسة جدا، الحاجات دي خليتك تتحكم في التجارة والممرات المائية. يبقى تحكم في العديد من الممرات المائية يعني أكسبها قوة اقتصادية وسياسية كمان. اللي بعديه دلل. تمثل الثروة الحيوانية أهمية بالنسبة لأفريقيا. تمام، أهمية ليه؟ الثروة الحيوانية مهمة ليه؟ قلنا والله يا مستر بيستخدموها في الرعي وبيستخدموها في الغذاء وممكن التصدير زي ما بتتصدر لدول الخليج. يبقى مستر حيث في الرعي يعني غذاء ولحوم وألبان في المناطق الجافة وشبه الجافة. طب رعي يعني بتوفر لي فرص عمل لسكان غرب ووسط القارة. طب بتوفر ايه تاني؟ حضرتك قلت لي تصدير للخارج يعني عملة صعبة خاصة لدول مين؟ الخليج. تمثل الثروة السمكية أهمية لقارة أفريقيا. حضرتك قلت لسه مصدر للغذاء وعملة وتجارة دولية وفرص عمل. أيوة حبيبي، يبقى هي مصدر للغذاء البروتيني عشان أنت عندك نقص، عندنا نقص في حاجات كتير في اللحوم، فاستخدمت مين؟ الأسماك عشان تعوض نقص اللحوم الحمراء. يبقى مصدر للغذاء البروتيني عشان أعوض نقص مشكلة الحيوانات. طب بتدخل في التجارة الدولية وبتوفر لي فرص عمل وزيادة الدخل القومي ودخل الفرد. استنزاف يعني استهلاك، بتخلص بتقضي على المصائد البحرية وانخفاض المخزون السمكي بأفريقيا نتيجة العديد من العوامل. طب انت المصايد بتاعتك بتستنزف والمخزون بيخلص بسبب ايه؟ الصيد. تصطاد بشكل كتير غير قانوني، يبقى الصيد غير القانوني. طب في صيد غير قانوني يعني معنى كده في رقابة ولا مفيش؟ يبقى عدم وجود رقابة على أساطيل الصيد. أهمية رأس المال لقطاع التعدين. والله يا مستر رأس المال بيجيب لي كل حاجة. بيعمل لك ايه؟ بيجيب لي آلات وبيعمل لي طرق عشان تربط ما بين مناطق التعدين والمصانع ومساكن العمال وبنية تحتية. يبقى أهمية رأس المال شراء المعدات ورواتب العمال وشبكة الطرق والبنية التحتية. سؤال سهل جدا. للسياحة أهمية كبرى. السياحة بتدخل في ايه؟ في الدخل القومي والعملة الصعبة وفرص العمل وتبادل الثقافات. تشوف ناس من بلاد تانية بتفهم دماغهم بيفهموا دماغك. تواجه السياحة في قارة أفريقيا العديد من العقبات. ايه العقبات اللي بتواجه السياحة؟ والله يا مستر عندي العقبات كتير. عندي مناخ، تمام، وكثرة أمراض مناخ. في مناطق في أفريقيا مناخ شديدة الحرارة، السائح هيجي عندك هيفرفر على الموت. تمام، يبقى سوء المناخ وكثرة الأمراض وضعف البنية التحتية الطرق ووجود أزمات وحروب. تخيل السائح ينزل في بلد هنلاقي فيها قلبت حرب، هيجي تاني؟ لا، هيحاول يهرب. تمام، والتحدث باللهجات المحلية. السائح يجي انت عمال بيتكلم حاول يعرف انت مش فاهم. تمام، عن اللغة مين السائدة؟ اللغة الأجنبية. وجود تعاون مشترك بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة السياحة. تمام، ليه؟ اتحاد أفريقي ومنظمة السياحة يبقى هدف التحالف ايه؟ تنمية مين؟ يبقى تنمية السياحة المستدامة. طب ليه؟ ما انت لو في سياحة يبقى في فرص عمل، هيبقى في دخل قومي. طب هتعمل ايه للناس عشان يبقوا مهيئين للعمل بالسياحة؟ تعمل لهم دورات تدريب وتعليم. واطلقت حملة جديدة اسمها حملة اكتشف افريقيا لجذب وزيادة عدد السياح. وضع مصر استراتيجية الوطنية للسياح. مصر حطت خطة للسياحة. حطت خطة ايه؟ قالت لك والله انا في حلول عام 2028 عايزة السياح عندي يوصلوا ل 30. يبقى 2028 السياح 30 مليون، وعايز احول معظم الفنادق الى النجمة الخضراء اللي هي الصديقة الى البيئة، يعني ما بتأثرش او ما بتلوثش البيئة. ما العلاقة بين الثورة الصناعية والاحتلال؟ الثورة الصناعية والاحتلال جينا لقينا حصلت ثورة صناعية في القرن ال18 ببريطانيا والى اوروبا. ايه اللي حصل يا حبيبي؟ قلنا الثورة الصناعية دي أدت لزيادة الصناعة. طب زيادة الصناعة فأوروبا بدأت تخلص الموارد اللي عندها فعايزة موارد جديدة، فبدأت تكتشف أراضي جديدة. اكتشفت أراضي عشان تنهب المادة الخام بتاعتها
وتصنعها عندها وتبيعها لهم تاني. يبقى انت عندك تسببت في ايه؟ تسببت الثوره الصناعيه في اوروبا في تسابق ان هم يعملوا ايه؟ للبحث عن مواد خام. عايز تاخد بقى، خلصت الماده الخام اللي عندك، طب وايه؟ وتفتح اسواق تبيعها فيهم. طب بعد كل ده تجيب رؤوس مين؟ اموال. سياسه الاقراض والاستعمار الاوروبي بافريقيا. سياسه الاقراض ان هم يدوك جنيه ياخدوا منك 10 جنيه، وبعدها يقول لك هات فلوسي، فيتدخلوا فيك عسكريا. يبقى حيث قامت الدول الاوروبيه بمنحها قروض بفوائد مرتفعه، ويقول لك هات الفلوس اللي عليك، تمام؟ فبعدها تقول له مش قادر ادفع، فيتدخلوا عندك عسكريا، زي ما بريطانيا عملت في دوله مين؟ مصر. النشاط التجاري والاستعمار الاوروبي. النشاط التجاري، تيجي اوروبا تعمل لك شركات تجاريه ومصارف وبنوك، الشركات ومصارف وبنوك وتديك فلوس ليه؟ عشان تتحكم في الاقتصاد. وتيجي بعدها تقول لك انا عايز ادخل احمي اقتصادي، فتعمل لك احتلال. الامتيازات الاجنبيه. الامتيازات الاجنبيه دي اسلوب من اساليب الاستعمار. ليه يا مستر؟ بمنح الجاليه الاوروبيه الامتيازات. يعني الاجنبي رقم واحد، يا عم انا المفروض رقم واحد في دولتي، لا الاجنبي رقم واحد، تمام؟ طب الاجنبي رقم واحد ده هيسهل عليهم التدخل في شؤون القاره. يعني كل ده ساهم في التدخل في شؤون القاره. عادات وتقاليد بعض القبائل والثروه الحيوانيه. العادات والتقاليد زي ايه؟ قال لك تسببت العادات والتقاليد في تدهور الثروه الحيوانيه. بسبب مين؟ بسبب يا مستر استخدام الثروه الحيوانيه في شرب الالبان. كانهم بيشربوا ميه، بدل الميه هناك بيشربوا لبن، الحيوانات بتهلكوها. طب وتاني حاجه الدفع كمهر للزواج، تمام؟ جوزني البت دي وادفع لك 100 بقره 1000 بقره، تمام؟ يبقى دفع المهور في الزواج. طيب يا مستر، الموقع الجغرافي للمعدن ومدى استغلاله. الموقع الجغرافي، لو المعدن قريب هتطلعه، طب لو المعدن بعيد وتكلفته كتير مش هتطلعه. يبقى كلما كانت مناطق تركز المعادن قريبة من المناطق السكانية والصناعية سهل في استخراجها وقلل من تكاليفها، والعكس صحيح. الفيضانات القوية والناتج الزراعي. لسه قايل لك من شوية الفيضانات بتعمل عملية ايه؟ تجريف التربة وتدمير المحاصيل، وبالتالي انخفاض الزراعة. طيب آخر حاجة عندي، قارن بين الاتحاد الأفريقي والكوميسيا من حيث المقر والأهداف. الاتحاد الأفريقي مقره فين؟ أديس أبابا في أثيوبيا، أديس أبابا أثيوبيا. طب الكوميسيا؟ زامبيا، كوميسيا زامبيا. طب الكوميسيا كام دولة؟ حوالي 21 دولة. طب الاتحاد الأفريقي؟ كل دول القارة. طب هدف الكوميسيا إيه؟ الكوميسيا سوق تجاري، يبقى هدفها تعزيز مين؟ التجارة والاقتصاد والاستثمارات. يبقى هدفها تعزيز مين؟ التجارة، يعني تكامل اقتصادي، يعني تشجيع الاستثمارات. طيب الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي يشمل كل الحاجة دي بس بشكل أكبر، تكامل اقتصادي وسياسي، ويحمي الدول الأعضاء ويحمي حقوق الإنسان والتكنولوجيا. يبقى هدفه الدفاع عن مين؟ سيادة الدولة واستقلالها. يبقى هدف سياسي وتكامل سياسي. تكامل سياسي ايه؟ واجتماعي واقتصادي، تمام؟ دي اعم واشمل. تكامل سياسي نساعد بعض، اجتماعي في ترابط ما بين المجتمع، اقتصادي مشروعات. طب يبقى انت عندك سيادة، استقلال، تكامل مجالات، سيادة واستقلال، تكامل في جميع المجالات، تمام يا مستر؟ طب تعزيز التعاون عشان يبقى في سلام، والمشاركة الشعبية وحقوق الإنسان. مشاركة شعبية يعني حقوق مين؟ إنسان. طيب يا مستر كل ده هيتحقق من غير علم؟ لا، عشان كده أنت بتهتم بتنمية العلم والتكنولوجيا. طيب يا مستر، المعوقات الطبيعية والبشرية اللي وقفت في توسع مصر في أفريقيا. معوقات طبيعية من عند ربنا، عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات اللي هناك صعبة، وضيق الطريق ضيق ومتعرج، تمام؟ ممكن وانت معدي في الطريق كده يحصل عليك بين الجبال سقوط كتل صخرية. يبقى عدم صلاحية الأنهار، انتشار المستنقعات، ضيق الطرق البرية، ووجود الأمراض والحيوانات المفترسة، وانتشار الأوبئة والأمراض، يطلع عليك أسد كده ياكلك، تمام؟
غزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. البيئة قاسية صعب. طب معوقات بشرية، قال لك والله أوضاع مصر الداخلية تدهورت في نهاية عهد مين؟ الخديوي إسماعيل. ليه يا إسماعيل؟ ما أنت كنت شاطر وبتعمل مشروعات. قال لك والله عشان حصل في مصر أزمة مالية بسبب القروض اللي كان بياخدها. وايه تاني؟ قال لك والاستعانه بالاجانب. فانت استعنت بالاجانب يعني تدخل الاجانب، فكده الدوله ايه؟ تبوظ. يبقى معوقات بشريه، سوء اوضاعنا الداخليه، وازمه ماليه، واستعانه بالاجانب. طيب البشريه، عدم صلاحيه الانهار والمستنقعات، ارتفاع الحراره، غزاره الامطار، حيوانات مفترسه. التعليم في السودان في عهد محمد علي واسماعيل تافه جدا، سهل جدا. اكيد الاثنين عملوا مدارس، تمام، يبقى انشاء مدارس، انشاء مدارس. بس الفرق، اسماعيل قلت لك مكاتب، محمد علي قلت لك من شويه فوق كتاتيب. تمام يا مستر. ومحمد علي عملها معظمها في المناطق الحضريه يعني المدن. والاثنين بعتوا ايه؟ بعثات. يبقى هنا محمد علي ارسل بعثات من السودان لمصر عشان يتلقوا في العلوم الايه؟ العسكريه والاداريه. طب اسماعيل ارسل برضه خريجين مدرسه الخرطوم اللي عملها عباس باشا الاول عشان يتعلموا في مصر. يبقى الاثنين شبه بعض. تمام يا مستر. المجالس العرفيه ومجالس الاقاليم قلتها كذا مره. قلت الاثنين دول في عهد مين؟ في عهد سعيد. يبقى الاثنين في عهد سعيد. مجالس اقاليم عشان يفصل بين خصومات الاقاليم في المدنيه والتجاريه. طب المجالس العرفيه عشان السودانيين يشاركوا في حكم مين؟ الدوله. طيب يا مستر، معدن البوكسايت والكوبالت. تصنيف المعدن واولى الدول المنتجه. البوكسايت من المعادن الايه؟ البوكسايت من المعادن الخفيفه. طب الكوبالت من المعادن الاستراتيجيه. يبقى بوكسايت خفيفه، كوبالت استراتيجيه. طب اهميه البوكسايت، حضرتك قلت لي خام الالومنيوم، وعشان خفيف بيستخدم في الطائرات والسيارات. طب الكوبالت بطاريات وهواتف وكهرباء. يبقى الكوبالت بطاريات الهواتف، سيارات، بطاريات وسيارات كهربائيه واجهزه الكترونيه. يبقى كوبالت بطاريات هواتف وسيارات واجهزه الكترونيه. طب الانتاج عندي بالنسبه للبوكسايت اكثر من ربع الانتاج. طب مين الاولى فيه؟ غينيا اللي قلناها في الخريطه اللي في الجهه الغربيه. طيب بالنسبه للكوبالت 3/4 الانتاج، يعني بنتكلم 75%. طب مين الاولى فيه؟ جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. الاولى افريقيه والاولى عالميه. وبكده يا ابطال الهيمالايا تبقى مراجعه انتهت. لكن طموحكم لا سقف له. طموحكم دايما علي سقف طموحاتك، ليس له حدود. اتمنى المتابعه والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير باذن الله في تانية اعدادي. ولو في اي استفسار او اي سؤال ارجو ان احنا نسيبه في التعليقات. اشوفكم في رعايه ودوام الله. السلام عليكم.